الإسرائيليين لا يقاتلون ضد فلسطين فقط، يقاتلون ضد الأمة العربية. ضد الحياة لابد أن نعمل درع يحمينا ومحتوى اقتصادي يغذينا. لماذا خلقوا تونس؟ لماذا خلقوا ليبيا؟ لماذا خلقوا الجزائر؟ لماذا خلقوا سوريا؟ لماذا؟ لكي تبقى هذه الأمة مشلولة، غير قادر على توحيد الماء، غير قادر على توحيد الغذاء، غير قادر على توحيد اليد العاملة، غير قادر على توحيد حتى أفكارها. ولماذا تبقى يريدون لها أن تكون مشلولة؟ لكي يتمكنوا هم فقط من العمل بجدية، أما نحن نكون مشلولين. لما جاء الاستعمار الغربي وطلع وبيعطينا استقلالنا، أعطانا استقلال مزيف، سلمنا للعملاء، سلمنا لنواب الاستعمار، وقال لهم اعملوا جوازات سفر، اعملوا حدود، وتقاتلوا علشان الحدود، علشان تبقى هذه الأمة مشلولة. يا إخواننا لابد نفيق، نحن في خطر، لأن هذا العالم لا يعترف بالحق، يجبر فقط على اعتراف على وجودك بقوتك، مش بالحق. فلسطين مش عندها حق، الشعب الفلسطيني مو صاحب فلسطين، هذا حق يعترفوا به، ما يعترفوا به. من اللي باقي فلسطين؟ الأقوى الذي قادر يدفن فلسطين أحياء، هذا هو اللي باقي، اللي عنده الفانتوم الأمريكية هو اللي باقي. ما تقولوش والله حق، الشعوب عند الحق في تقرير مصيرها، هذه بديهية، لكن من يطبقها؟ ما الشعب الفلسطيني عنده الحق في تقرير مصيرها؟ اعترفوا بإسرائيل، قولوا لهم احنا ناقليكم على عيوننا على روسيا، ما ينفعش. لن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم مستمرين في التحكم فينا، ومستمرين في محاولة السيطرة على مقدراتنا وتسخيرها لصالحهم. هم استسلمت كثر خيرك، قاومت، هذا هو الشيء اللي يمنع فقط، المقاومة. ما تسمعوش أي كلام آخر، المقاومة فقط. حتى التعاون بيننا وبينهم والاحترام المتبادل بيننا وبينهم لا يقام إلا على أساس القوة. إذا كانت هذه الأمة قوية وتلحق بهم الضرر وقادرة أن ترد الصعصعين ويدها طويلة، عندئذ يجلسوا معنا على مائدة المفاوضات ويجعل الحدود لمطامحهم التوسعية. عندئذ يقام التعاون بيننا وبينهم والاحترام المتبادل. كيف يقوم تعاون بيننا وبين أوروبا إذا كنا نحن ضعفاء وهم أقوياء؟ ولما تقوم حروب دولية يبقوا هم يرعوا يدهم على هذه المنطقة لكي يسيطروا على مضيق جبل طارق وعلى خليج سرت وعلى باب المندب وعلى قناة السويس وعلى مضيق هرمز. يحاربوا فينا في نهر الأردن، في نهر اليرموك، وفي نهر العاص، وفي نهر الليطاني. الآن هذه الأنهار لعلمكم تحتلها القوات الإسرائيلية كلها، حتى لا يستطيع العرب أن يستفيدوا من هذه الأنهار. ثم يأتي الدور على دجلة والفرات، سيتم احتلالها. هذه أمة في خطر. نعم نفرح ونحتفل ونغني ونرقص، ولكن نقاوم. بلا مقاومة لا مستقبل لنا. يجب يجدوا فيكم غلظة، يجدوا فيكم قوة، بالوحدة فورا، بحشد البشر الكتف على كتف. يجب أن نرصها ونحشدها ليل نهار قبل أن يأتي الاستعمار مرة أخرى. أي توجه غير هذا مهلكة، تضييع للوقت وخداع. أي توجه غير التوجه الوحدوي الجاد والفوري بدون تردد وبدون خوف هي خيانة لمستقبل الأمة العربية وخيانة للأجيال القادمة. الإسرائيليين لا يقاتلون ضد فلسطين فقط، يقاتلون ضد الأمة العربية. هذا قتال وجود وليس قتال حدود. وهم ينتظرون اليوم الذي يحل فيه المشكل الفلسطيني لكي يتفرغوا للهجوم على بقية الشعوب العربية. الخندق الفلسطيني يقاوم نيابة عنكم. يجب دعم وحشد كل الإمكانيات وراء الخندق الفلسطيني، لأن الخندق الفلسطيني هو الخط الأمامي للدفاع عن الأمة العربية. إذا سقط هذا الخط ستتقدم القوات الإسرائيلية إلى البلاد العربية من محيط الخليج. يريدون إقامة إمبراطورية إسرائيلية فوق الأرض العربية. ليس هناك حماية للوحدة العربية. ما تسمعوش أي كلام. يا وحدة يا تصبحوا زي الهنود الحمر. تسمعوا بالهنود الحمر، تسمعوا بالغجر، تسمعوا بالغجر اللي مشتتين في جميع أنحاء الأرض. العرب يراد تشتيتكم. هذا يتحدي، أمة تتحدى فيكم، يجب أنكم تتحدوا هذه الأمة. لماذا؟ هل أنتم جبناء؟ ما عندكمش إمكانيات؟ ما عندكمش حق أن تعيشوا تحت الشمس وفوق الأرض بجدارة؟ أمة أمريكية تتحدى فيكم، يجب أن تتحدوها، مش تطاطوا الراس أمامها. أمة أوروبية تتحداكم، يجب أن تتحدوها، ولو نقدم ملايين أخرى في سبيل هذا التحدي. لو يبقى مليون عربي حر يكفي، لو يبقى مليون عربي حر يكفي.
يبقى مليون عربي حر